السلام عليكم اصدقائي، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في صحه جيده. اليوم جبنا لكم فيديو جديد باش نتعرفوا على اللاعب رضوان حلحال، صاحب 23 سنه. المسيره ديالو والبدايات ديالو كل شيء غادي نشوفوه في هذا الفيديو ان شاء الله. بقاو معنا حتى الاخير باش تعرفوا كل شيء. تعرفوا على رضوان حلحال. رضوان حلحال مدافع مغربي شاب يعد من المواهب الواعده، عنده 23 سنه، ونعطيكم عليه واحد اللمحه باش تعرفوا شكون هو رضوان حلحال اللي ما كانش كيعرفوا حتى شي مغربي. حاليا تاريخ الميلاد ديال رضوان حلحال هو 19 فبراير 2003، تزاد في مونبولي في فرنسا. الطول ديال هذا اللاعب 187 متر، المركز قلب دفاع وكيلعب احيانا كظهير ايمن. البدايات ديال هذا اللاعب المغربي والشاب رضوان حلحال بدات في نادي مونبولي الفرنسي، في الاكاديميه ديال نادي مونبولي الفرنسي، اللي شافوا فيه واحد المهاره، واحد التقنيه، واحد القتاليه، والطول ديالو. هذا الشيء اللي خلاه اللاعب المغربي رضوان حلحال ينطلق نحو الاحتراف، وهذا الشيء اللي خلاه بالضبط يمشي لاتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد اللي شافت فيه ان هذا اللاعب موهبه خارقه ومدافع من العيار الثقيل، وغادي يعطيهم واحد الاضافه. لعب مع الفريق الرديف ديال اتلتيكو مدريد، وحاليا اتلتيكو مدريد هو اللي كيمتلك العقد ديال رضوان حلحال اللاعب المغربي. ولكن في 2024 انتقل رضوان حلحال الهولندي بالضبط للدرجه الثانيه لفريق هيلموند سبورت في هولندا، باش يكسب بزاف ديال الوقت ويكون موجود الفريق اتلتيكو مدريد. المسار الدولي ديال هذا اللاعب المغربي رضوان حلحال، البدايات ديالو مع الفئات السنيه ديال المنتخب الوطني المغربي، سنه و23 سنه. هذا الشيء اللي خلاه يتوج مع الفريق المغربي بكاس افريقيا، اللي خول ليه انه يلعب الاولمبياد في 2024. لا كشافين اتلتيكو مدريد انهم يستثمروا في لاعب مثل رضوان حلحال. علاش؟ لانهم شافوا فيه اللاعب الموهبه واللاعب الخارق والمدافع الصلب اللي غادي يخدم المصلحه ديال الفريق اتلتيكو مدريد، وعارفين وشافوا فيه الشوفه ديال لاعب كبير ومتميز. اللاعب رضوان حلحال جاته الفرصه انه يكون في القائمه الاولى للمنتخب المغربي مع المدرب وهبي، المدرب الجديد والناخب الجديد للمنتخب المغربي. وان شاء الله غادي نشوفوا هذا اللاعب هذا غادي يقدم واحد المستوى كبير وياخذ فرصه كبيره ديالو، لانه يستحق. لاعب مازال شاب، مازال غادي يقدم بزاف للفريق المنتخب المغربي. رضوان حلحال نجم المنتخب المغربي في المستقبل، دفاع صلب، وهذا الشيء اللي خلانا وغادي يخلينا ان شاء الله، وغادي يخلي المنتخب المغربي ما يعانيش دفاعيا في المستقبل، لانه عنده شباب مدافعين غيكونوا من ابرز المدافعين على مر التاريخ في الدوريات الاوروبيه. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش الاشتراك في القناه ليصلكم الجديد، والسلام عليكم.